أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في موضوع اليوم، وهو حول بطلات لألعاب القوى، بطلات من ذهب طواهن النسيان. لكن في هذا الفيديو غادي نسلطوا عليهم الضوء ونبينوهم للشباب الصاعد اللي ما كيعرفهمش، يتعرف عليهم وعلى الإنجازات الرائعة اللي حققوها والميداليات اللي حصلوا عليها. رياضة الألعاب القوى عبر تاريخ في المغرب مرتع لأسماء نسائية دونت إنتاجاتها بماء من ذهب، حيث أثبتت المرأة المغربية وجودها متبارية وممارسة متألقة حتى قبل أن تفوز نوال المتوكل بالميدالية الذهبية في ألعاب الأولمبياد بلوس أنجلوس سنة 1984، وذلك من خلال تألق فاطمة الفقير، ملكة حدقي، شريفة مسكاوي، فاطمة عوام، وحسنية الدرامي وغيرهن من البطلات اللواتي برهن على علو كعبهن في العديد من الملتقيات الدولية والتظاهرات القارية. وعلى غرار العديد من الدول العربية سطعت أسماء عديدة من الرياضيات المغربيات في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وكن بحق نجمات عصرهن ومفخرة لبلدهن. إذن بطلة اليوم اللي غنتحدثوا عليها وهي شريفة المسكاوي. غادي نتحدثوا عليهم يعني بحسب الأقدمية. غادي نبداو بشريفة إن شاء الله، شريفة المسكاوي، ومن بعد سيليها إن شاء الله بطلات أخريات إن شاء الله. يعني الحلقة الأولى غتكون مع البطلة شريفة المسكاوي. شريفة المسكاوي من مواليد مدينة الجديدة سنة 1951، عرفت تألق كبير خلال سنوات السبعينات والثمانينات، حيث كانت متعددة الاختصاصات، الشيء الذي مكنها من المشاركة في مناسبات الألعاب السباعية المكونة من 100 متر حواجز، 200 متر، 800 متر، القفز الطولي، القفز العلوي، رمي الرمح، ورمي الجلة. في سنة 1968 فازت بالبطولة المغاربية للألعاب المدرسية بالجائزة عبر إحرازها ميدالية فضية في رمي الجلة، وأخرى برونزية في 100 متر حواجز. وفي البطولة المغاربية التي نظمت بأكادير سنة 1973 حصلت على ميداليتين ذهبيتين وأخرى من البرونز. وفي البطولة العربية بتونس نالت 3 ميداليات ذهبية. وفي سنة 1979 فازت ب3 ميداليات ذهبية أخرى بالبطولة المغاربية بالدار البيضاء. وفي سنة 1981 بالبطولة العربية بتونس حصلت على 3 ميداليات ذهبية، وميدالية ذهبية أخرى بالبطولة الإفريقية في مصر في الألعاب السباعية. وفي سنة 1982 حصدت 3 ميداليات ذهبية بالبطولة العربية في سنة 1983 في الألعاب السباعية بالألعاب البحر الأبيض المتوسط بالدار البيضاء. وفي سنة 1985 فازت بميداليتين ذهبيتين بالبطولة العربية بالدار البيضاء. وأخيرا في نفس السنة نالت ميدالية ذهبية بالبطولة الإفريقية في الألعاب السباعية. وهكذا يصبح في حوزتها 20 ميدالية ذهبية، 7 فضية و9 برونزية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن العداء شريفة المسكاوي شاركت بالمسيرة الخضراء سنة 1975، شاركت كمؤطرة رياضية. أحبائي الكرام، إلى هنا ينتهي موضوع اليوم الذي كان مع العداء شريفة المسكاوي، وإلى اللقاء مع بطلات رياضيات أخريات إن شاء الله. إذا أعجبكم الموضوع لا تبخلوا علينا بتشجيعاتكم وبالاشتراك والتعليقات واللايكات، وشكرا لكم أحبائي الكرام، وإلى اللقاء.